الإعدام رميا بالرصاص بحق قاتل الطفلة مها باسم مدهش، والذي بدأ جريمته الوحشية باستدراج الضحية إلى منزله قبل أن يقدم على ضرب رأسها بالحجر وخنقها وفقع عينيها، ثم مواراة جثتها كمحاولة لإخفاء جريمته الشنعاء التي هزت العاصمة عدن والرأي العام أواخر الأسبوع الماضي. إعدام المدان حسن محمد علي محمد جزاء ما اقترفه من جرم رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا وتعزيرا في مكان عام ليكون عبرة لغيره. وقضت محكمة الميناء الابتدائية بمديرية التواهي في العاصمة خلال جلسة مستعجلة وفقا للقانون بإعدام المتهم حسن محمد البنجابي بالرصاص حتى الموت في مكان عام بعد إقراره بقتل الطفلة الحدث مها مدهش ذات 14 ربيعا، والتي عثر على جثتها مدفونة في حوش منزله عقب أيام من اختفائها. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. القيادة ما قصرت، ونشكر من مدير الشرطة إلى السلطة اللي في عدن، يعني ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي، ما قصروا معايا وجزاهم الله خير. النيابة والمحكمة وجزاكم الله خير، سامحونا لو ما عرفش أعبر، أنا في فرحة يعلم بالله أرحم الراحمين. سرعة البت في القضية من قبل الجهات ذات العلاقة لاقى ارتياحا شعبيا واسعا لعودة هيبة القضاء الذي من شأنه أن يحفظ الحقوق ويردع كل من تسول له نفسه بارتكاب أي جريمة كانت بحق الآخرين، فيما أعلن أولياء الدم عقب صدور حكم الإعدام على المتهم بتشييع الطفلة مها بعد انتصار القضاء لهم.